اكتر 3 حاجات بيكذب فيهم اي راجل. حاجات بيكذب فيها اي راجل لازم تخلي بالك منها. انتي كسيدة متزوجة او كبنوتة مخطوبة، الراجل بيكذب في ايه؟ الراجل يقدر يكذب مثلا في موضوع الفلوس او في موضوع الماديات. ازاي الكلام ده؟ ازاي يكذب في موضوع الماديات؟ يعني مثلا لو انتي سيدة متزوجة وجوزك مثلا بيصرف على امه او بيساعد امه وابوه بعد الجواز، فممكن مثلا لو مثلا بياخد مرتب مثلا 5000 جنيه، يقولك باخد 4000 جنيه على اساس ان هو يساعد اهله بال1000 جنيه دي اللي خباها او داريها منك او كدب عليكي فيها. فدي تعتبر يا جماعة كدبة، زي ما بيقولوا كده كدبة بيضة، وما أذتكيش في أي حاجة. هنا هو بيحافظ على علاقته بأهله وبيبر أبوه وأمه. دول ربوه وكبروه وتعبوا فيه وخلوه راجل وجابوا لك راجل وخلاكي تتجوزيه وربنا يرزقك منه بأطفال ويفتح لك بيت ويعمر بيتك. ففي شوية أو في هنقدر نقول شوية كذب كده أبيض الراجل بيكذبه، وتقدروا تعدوه وتفوتوه، وده مش بيأثر على علاقاتكم أو على حياتكم الزوجية أبدا. هو لما خبى مثلا ال1000 جنيه دي خباها على أساس إن هو يبر أهله ويرضيهم، وزي ما انت وأولادك وبيتك ليكم حق عليه، كمان أهله أبوه وأمه اللي كبروه خلوه راجل له حق عليه. فده موقف زيه، موقف زي ده يخليه يكبر في نظرك ويكبر في عينك، وانت تكوني الدعم والسند له وتقولي له ايوه لازم تساعد ابوك وامك، لازم تقف جنبهم لو هم فعلا محتاجين الفلوس دي. فكدبه زي دي نعديها ومش هنقف عليها ومش هتخرب بيوتنا. خلي بالكم من النقط الصغيره دي. تاني حاجة يقدر يكذب فيها الراجل، وهي مثلا ان هو لو انتوا مثلا انتي مش عايشة في بيت عيلة، ساكنة في مثلا شقة جنب شقة بيت ابو زوجك برضو، مثلا مامته اتصلت بيه قالت له تعالى اتغدى عندي، انا مثلا عامله لك الفراخ المحشيه اللي انت بتحبها النهارده، تعالى اتغدى عندي انا مستنياك. فهو خرج من الشغل، عدى على مامته، اتغدى معاها، فاكل شويه اكل كده صغيرين يعني ما ملاش بطنه قوي، وقال لها ايه، انا جيت واكلت معاكي علشان كان اكلك وحشني، تسلم ايدك يا ماما ما نحرمش منك، ربنا يخليكي ليا. هو بالشكل ده رضاها و... ويعني ايه رضاها وطبطب عليها بكلمتين كده حلوين وجبر بخاطرها، واكل الاكل اللي هي تعبت، وهي ست كبيرة طبعا وعجوزة وتعبت ووقفت وطبخت له وتعبت نفسها وعرفت هو بيحب ايه، وحبت ان هي ترضيه وتأكله اكلة من اللي كان بيحبها ايام زمان، ايام ما كان معاها قبل ما يتجوز. فهو بكده رضاها. فلما رجع البيت قلت له انت مثلا اتاخرت ليه، انت بترجع الساعه 6 دلوقتي الساعه 7. قال لك مثلا الطريق واقف او المواصلات واقفه، ايا كان السبب اللي قاله لك ايه. فانت ما تدخليش الشك جواكي وتخلي الشيطان يخرب كده على عشك وتقولي له انت تلاقيك عديت على مامتك، انت عديت على مامتك، انت اكلت عند مامتك، اصلك اكل مامتك احسن من اكلي، اصلك ما اعرفش ايه. ما تخربوش بيتكم على حاجات بسيطه زي دي. هو عدى على مامته علشان يرضيها ويجبر بخاطرها علشان هي تعبت، وقفت في المطبخ وقت طويل علشان تعمل له الاكل اللي بيحبه. امه وليها حق عليه، وليها حق ان هي تقضي معاه وقت جميل، تاكل معاه وتشرب معاه وتضحك معاه وتهزر معاه وتلعب معاه. امه ضناها، ياما حرمت نفسها علشان خاطره، ياما قطعت واستخسرت في نفسها علشان تاكله هو واخواته، ياما. وانت ام، وحتى لو مش ام اسالي امك انت غاليه عندها قد ايه، هتعرفي مكانتك ومنزلتك عند امك. فموقف زي ده، هو لما يرجع البيت اكيد رجع البيت واكل معاكي، حتى لو اكل اكل قليل عشان هو لسه واكل. هو كده رضى الطرفين، رضاكي انت ورضى كمان مامته، اكل معاكي واكل مع مامته ورضى الطرفين. حاولوا ان انتوا ما تخلقوش مشاكل كده من فراغ. مش انت رحت اكلت عند امك وما اكلتش عندي، اكل امك احسن من اكلي. هو مثلا متجوز عنده 30 او 35 سنه، بياكل طول عمره ده، طول العمر ده عند امه. انت مثلا لسه متجوزك بقالك شهر ولا 2 ولا سنه ولا 2، طبعا اكل امه احسن من اكله. وانا متجوزه وبقول لكم الكلام ده. انا جوزي لما بعمل الاكل مثلا بجهزه على السفره، يقول لي ماما او امي كانت بتعمل الاكل بالطريقه دي، الاكل ناقص ملح، اصلك ماما كانت بتحط صلصه انت حاطه طماطم. عادي، اي كومنت لازم اتقبله بصدر رحب. امه، هو عاش طول عمره مع امه ومتعود على اكل امه. فلما اتجوزك طبيعي جدا ان يبقى فيه اختلاف في التذوق، اختلاف في الطعم، يكون حابب اكل امه اكتر من اكلك، ده عادي جدا. ما تخلقوش مشاكل يا جماعه من فراغ.
فدي برضو من ضمن الكذب اللي بيكذبها الزوج على زوجته او الراجل. حاولوا ان انتوا تمشوا الدنيا وتعدوها وما تقفوش على الحاجات الصغيرة دي. تالت كذبة ممكن يكذب فيها الراجل على زوجته او مثلا على خطيبته. مثلا لو هي مخطوبة، هو مثلا اتفق معاها ان هما مثلا ينزلوا يشوفوا الاجهزة الكهربائية، ايه اخبارها وايه اسعارها وايه الموديلات اللي تناسبهم، ايه الموديلات اللي تناسب مساحة المطبخ عندهم. فمثلا قال لها انا يوم الجمعة هجيلك اعدي عليكي اخدك علشان ننزل نشوف كده ايه الاجهزة الكهربائية ايه اخبارها. واتفقت معاه ان هو يوم الجمعة مثلا يجي معاها ينزلوا مع بعض. فجي يوم الخميس كلمها قال لها بصي خليها الجمعة الجاية. ليه؟ اخليها ليه الجمعة الجاية؟ انت هتجيب امك، انت ابن امك، اصلك امك سلطتك، اصلك امك سخنتك، اصلك امك قالت لك ما تروحش معاها، لازم رجليها على رجلك، انت ابن امك، انت بتسمع كلام امك، انت ما عندكش شخصية. لا، بلاش نفترض سوء النية. ممكن مامته تكون أدرى منك بالسوق، ممكن مامته تكون أدرى منك بالأسعار، ممكن مامته تكون بتتعامل مع تاجر رخيص شوية. طبعا فرق السعر هيفرق معاك وهتشتروا أكتر من حاجة، فهيعمل معاكوا رقم تقدروا تشتروا بيه حاجة تانية. فعشان كده هو حب ان هو ياخد امه. ممكن يكون بياخد امه معاه من باب جبر الخواطر. ممكن يكون ابوه متوفي او ابوه مثلا مش متوفي، هو متعلق بامه جدا، هو بيحب امه قوي مش عايز يزعلها. قالت له هتروح مثلا تشتري حاجتك من غير ما تاخدني؟ قال لها لا طبعا، ما يرضينيش ابدا، ده انت ذوقك اهم من ذوقنا احنا الاتنين، اللي هتختاريه على عيني وعلى راسي. وكلمتين كده جبر بيهم خاطرها. ما تعملوش، ما تخلقوش مشاكل من فراغ، ما تخلقوش من مشاكل من لا شيء، ما تخربوش على نفسكم سواء كنتوا مخطوبين او متجوزين. هو اوقات كتير الراجل بيكذب علشان يمشي الدنيا، علشان يراضي الطرفين. حاولي ما تخليش نفسك خيار اول واخير، يعني يا انا يا امك. لا صدقيني، في اوقات كتير هتبقى امه ياما حرمت نفسها، ياما عطت له، ياما وقفت جنبه، ياما ساعدته. كفايه التسع شهور اللي حملت فيه، تعب 9 شهور بس، الحمل والولاده دول كفايه، حتى لو ما عملتش معاه بعد كده. كفايه الحمل في ال9 شهور وتعب الولاده دول كفايه قوي قوي قوي. الام تستحق كتير ان احنا نقطع كده من جسمنا ونديها. فحاولوا ما تخلقوش لنفسكم مشاكل كده من لا شيء، حاولوا ما تخربوش بيوتكم. اتقوا الله في ازواجكم وفي نفسكم وفي الرجاله اللي معاكم. خليكي عارفه كويس جدا ان انت النهارده مخطوبه، بكره هتتجوزي وربنا يرزقك بطفل وتبقى ام. زي ما تحبي مرات ابنك تعاملك، عاملي حماتك اتقوا الله. وكل حما برضو تتقي الله في مرات ابنها او خطيبه ابنها. زي ما تحبي جوز بنتك يعاملك، عاملي مرات ابنك زي ما تحبي جوز بنتك يعاملك. دول كانت 3 كذبات يقدر يكذبهم الراجل. حاولوا ان انتوا تتفادوهم وتكبروا دماغكم وتمشوا الدنيا. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال بيوت المسلمين اجمعين. لو استفدتوا من الفيديو من فضلكم متنسوش تعملوا لايك وشير على اوسع نطاق. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا علامه الجرس على كلمه الكل او كلمه قل علشان يوصلوكم كل الفيديوهات وتقدروا تستفيدوا منها. بحبكم جدا في الله. اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.